يلا يا حبايبي صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واحبابه واصحابه ليوم الدين. اللهم صل على رسول الله. احنا النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى هنعمل كشري. انا لما بعمل كشري بعمله دواير دواير زي انتم ما شايفين اهو، واروح جلياه في الزيت، احمره في الزيت ينشف ويخشون، وبعدين بعمله في الاول عشان الزيت انا باخد الزيت اجي اعمل بيه الكشري. انا عامله بيه زيت اكمل بيها الكشري اللي بيزيد من التجلية ده اللي بيطلع منه باخده اعمل بيه الكشري، اعمل بيه الرز واجهز بيه الحاجة. صلى على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتم ما شايفين الكشري بتاع البيت حاجة تاني، نظيف ونظافة، واديكم شايفين اها. واحنا بنفرح اول ما بينزل الطاسة الزيت ويغلي بيبقى حلقان حلقان زي كده وبينشف من الزيت عشان احنا راجينه خالص. شايفين يا حبايبي اها. انا حبيت اوريكم احنا مع بعض خطوه بخطوه. صلى على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وباذن الله هرجع لكم وانا عندي البوتاجاز وبكمل الكشري باذن الله تعالى. يعني يا حبايبي صلى على النبي. ادي زي ما انا وريتكم اهو، شايفين اهو ان شاء الله. والاولانيين اهو شوفوا بيخشوا كده، هوريهم لكم في الاخر نخلص هتلاقيهم كلهم نشفوا في المصفايه وهو زي الفل ان شاء الله. اهو خير بصوا بنزيتهم كده مع بعض. الزيت انا باخده، بس انا بعمل بصل في الاول عشان الزيت اخده اعمل بيه الاكل، عشان خساره الزيت اللي هيقعد مش هينفع. فانا بضطر اخده اعمل بيه الرز، اصفيه ان كان بصل ولا حاجه واعمل بيه الرز ان شاء الله باذن الله. هرجع لكم وانا بسلق المكرونه وبعمل الرز واجهز الحاجه. صلى على النبي كتير واستغفر ربنا كتير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبايبي الزيت اللي انا محمره فيه البصل اعمل فيه طشه، اخد منه طينه واعمل فيه الثوم زي انتم ما شايفين. في الثوم شايفين يا حبايبي. الزيت ده يعني الخسارة اللي لسه محملة أول مرة، عاملة فيه جاية فيه البصل وبحمر فيه الثوم اللي أنا بعمل فيها الصلصة. يلا يا حبايبي صلوا على النبي. ان شاء الله ها بحمر التومه اصفرها صفير واعمل بيها الكشري. احطها في الصلصه يا حبايبي. انا الصلصه مخزناها في الثلاجه باذن الله. لما اجي اخزن الصلصه واوريها لكم عليها حمرا وزي الفل وتبقى الطريق زي العسل، بتبقى احمر وحلو خالص. الله عليها الحاجه نظيفه وبنغسلها مليح. وانا ما بحبش الصلصه بتاعت بره. يلا يا حبايبي صلوا على النبي. الميه بتغلي زي ما انتم شايفين، حط فيها حته زيت عشان المكرونه يبقى مفلفس وما تتعجنش ويبقى حلو. وادي الملح اهو، حط فيها حته ملح باذن الله. يلا صلوا على النبي استغفر ربنا كتير. وها الكشري اللي احنا تعودنا عليه وقلنا لكم عليه اهو. هذه المكرونه بتاعتها ان شاء الله باذن الله تعالى. حطيت حته زيت وحطيت ملح وحطيت الميه بتغلي. وادي المكرونه التانيه هي نسلقهم مع بعض، ما نسلقش ده لوحدهم ده لوحدهم عشان دول بيستووا مع دول. جربتهم كتير بس انا بنزل بشويه بشويه عشان المكرونه الطويله دهيات لما بحطها كده تبشيها كده تلاقيها اتعجنت عملت زي العجين، عشان هي اصلا عجين هي دقيق. فلو حطيتها كلها مره واحده تلاقيها لبكت في بعض كده ان شاء الله عليها. حطوا ما فيش واحده تمسك في الثانيه، انتوا ما شايفين ولا واحده تمسك ولا تتسكلك. لو انت حطيتهم مره واحده يا حبايبي تبص تلاقوهم شويه يتمسكوا يتجمدوا كده بايديهم كانوا عاجنين ببعضهم. لكن كده بحطهم زي انتوا ما شايفين نظام، وحاجه حلوه وحاجه سهله. الناس تاكل حاجه نظيفه ما شاء الله عليها، ما تاكلش حاجه من بره وجع فيها حاجه كده بتاكل وخلاص. لا، حاجتنا في البيت بنتبهينها وبننضفها ومحرصين على كل حاجة.
وزي ما انتم شايفين نحرص نرش برضه بيرشول كل يوم عشان خاطر الدبان والخماسين. يا رب اجعلها برد علينا وعلى جميع المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اجعل الخماسين برد اللهم امين يا رب. يا رب علينا وعلى امة محمد. البصلة دي اهو نحمره انتم شايفين. اجعلكم باذن الله بعد ما تستوي المكرونه وانا بعمل الرز وجاهز الحاجه هرجع لكم تاني باذن الله تعالى. صلوا على النبي كتير واستغفر ربنا كتير. يا حبايبي صلوا على النبي. ده رجعت لكم تاني زي انتم ما شايفين. انا سلقت العدس الاسود اهو. بصوا اديتهم غلوه واحده بس صحيح زي ما هما، ما يبقاش معجون ولا حاجه زي انتم ما شايفينها، حبايه حبايه. وهو استوى كل حاجه بس انا اعطيتهم ايه غلوه واحده بس وكبرتهم في المصفيه صفيتهم عشان يبقى سهل كده عليا مجهز الحاجه خطوه بخطوه ما تاخدش وقت. واديكم شايفين زي انتم شايفين البليله انا حطيتها تتسلق وحطيت عليها البوتاجاز وعلى بال ما يستوي الرز ويستوي المكرونه باذن الله. بس انا مع بعض خطوه بخطوه. اهم حاجه انا بعمل ايه البصل في الاول بحمره عشان الزيت باخده بحمر بيه الرز وبعمل بيه الحاجه مبقاش صعب ولا حاجه. شايفين يا حبايبي هذا البصل اهو. البصله فتفت من بعض اهو ان شاء الله عليها وبيبقوا صح زي ما هو زي بتاع بره. شايفين يا حبايبي يا حبايبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين انزله الزيت البغري بقلبه حالا. سهله الطريقه دي خالص، سهله 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 وجميله. ودوبك يتقلب جلدتين وتلاقيه حمر بقلبه زي ما كنت بعمل اي حاجه كده بتقلي تقليه بس بالزيت كتير زي انتم شايفين اهو. هو بيحمر لوحديه. طلع الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي واحد بيشتري طبق الكشري بكذا ولما اشتري طبق كشري ولا اتنين بعمل للعيال كلها تاكل كلنا بناكل نقعد النهار كله نغرف وناكل حاجه حلوه ونظيفه. وباذن الله هرجع لكم وانا بعد ما اخلص كده وبتاكل رز هرجع لكم تاني باذن الله تعالى. واحنا بنغرف الاكل الكشري نرجع لكم تاني. صلوا على النبي واستغفر ربنا وربنا يخلي لكم عيالكم ويكفينا ويكفيكم شر مصايب الدنيا اللهم امين يا رب العالمين. يلا يا حبايبي صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واحبابه واصحابه يوم الدين. شايفين يا حبايبي الكشري بيتكلم عن نفسه وبيتحدث عن نفسه كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وادي التجليه وادي زي ما قلت لكم اهي الدجه زي بره بالظبط واحلى من بره عشان حاجتنا نظيفه. واديكم شايفين ان انا بنغسل ازاي وننظف ازاي وانا قلت لكم مع بعض خطوه بخطوه. اللهم صل على رسول الله. يا حبايبي احنا عايزينكم تدعمونا في القناه وما تنسوش تحطوا لنا اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.